ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي في الله، النهاردة بقى يا حبايب قلبي جايبه لكم معلومة مفيدة ان شاء الله هتفيدنا جميعا، للي عايز يخسس، للي عايز يظبط البيروت، اللي عايز يعمل اي حاجة. الخلطة اللي انا هقول لكم عليها دي مفيدة جدا جدا جدا، وانا شخصيا مجرباها، وكان جده الله يرحمه كان ما بياخدش الا منها عشان التخسيس، اللي هي السلامكة ديت اهو. ماشي حبايب قلبي. وانا بقى زودت عليها البردقوش. البردقوش دوت للبيروت حاجة مفيدة جدا جدا فوق الخيال. البردقوش عبارة عن اعشاب بجيبها من العطار اهي. اهي يا حبايبي انا سايباها في الكيس زي ما هي عشان ما تكرفش معايا في اي حاجة. اهو شايفين شكلها اهو، انا مش عارفة شكلها باين ولا لا اهو. دي عشبة بتتباع عند العطارين. ماشي يا حبايب قلبي. وادي السلامكة. العشبة دي لو انت خدتي السلامكة لوحدها بتخسس جامد جامد جامد، والله العظيم بتخسس، بس واظبي عليها يوميا وانت هتلاقي نفسك ما شاء الله. يعني لقيتي نفسك ما شاء الله ممكن تنزلي في 2 كيلو في الاسبوع. حلو جدا ان شاء الله، كيلو في الاسبوع حاجة حلوة جدا جدا جدا. بيدخلك الحمام، انت هتشوفي بنفسك وهتلاقي الفرق. مش هتلاقي قولونك تعبان، مش هتلاقي حاسه ان بطنك دي منتفخه خالص، والله بجد عن تجربه انا فعلا مجرباها. انا ما بقولش حاجه غير لما بكون مجرباها وعارفاها. السلامكه دي فظيعه فظيعه فظيعه. انا عن نفسي اهو شايفين شكلها اهو. الحبيبات اللي من جوه دي شايفين، هي من جوه فيها زي بذوذ كده، انا مش عارفه هي ظاهره عندكم ولا لا. اهي البذوذ اللي هي الحمرا دي اول ما بتحطيها ماشي يا حبايب قلبي، بتحطيها في يعني تغلي الميه السخنه وتحطيها عليها، البذوذ ديت بتفتح، ايه بتخرج من العشبه دي اهي. ماشي، هي نزلت كلها ليه بتخرج من العشبه دي فبتفتح في الكوبايه. اول ما بتحطيها في الكوبايه مفيده جدا جدا جدا. استحمليها نصيحة من اختك او اي حاجة. بصي يا حبايب قلبي، السلامكة دي هنحط منها 2 كده اهو، 2 اهو هنحطهم في الكوباية. شايفين؟ هحط ممكن تحطي واحدة تالتة عادي مش فارقة معايا اهي. انا بحط عادي انا اهو، شايفين اهي 3 اهو. ماشي يا حبايب قلبي. واروح حاطه بقى ايه معاهم. عايزه تحطي بردقوش ماشي، مش عايزه تحطي بردقوش هتحطي ال3 دولت، او هتزودي عليها واحده كمان اهي. زي ما انا لما زودت كده اهو كل ما تزودي كل ما بتديكي ايه فايده اكتر. ماشي يا حبايبي. هتروحي حطاها تشربيها. لو انت مش عايزه تاخدي البردقوش معاها هتحطي السلامكه بس وتحطي عليها الميه وهنغطيها 3 دقايق بالظبط. هتلاقي نزلت الزيت بتاعها وهتلاقي كل حاجه من غير سكر. والله خدي المعلومة دي مني، والله انا ما بقول حاجة غير لما بكون مجربوها. كوباية قبل ما تنامي بالليل وكوباية على الريق، والله بتعمل شغل فعلا. اولا بتسد الشهية جامد، ما بتخليكيش نفسك ان انت تاكلي، لا بتاكلي بس ايه كميات بسيطة. الكلام ده كله انا عن نفسي بشربها 3 مرات في اليوم بأمانة. يعني ايه، مرة الصبح مرة الظهرية، يعني مرة مثلا قصدي على الساعة 5 كده. المرة التانية قبل ما بخش يعني مع الساعة 12 الساعة 1 اروح اعمليها. بس انا بقى ايه مش بشرب سيراميكا بس، لا ده انا حاطه كمان البردقوش، عشان البردقوش دوت بيعمل ايه بيشيل. هقول لكم حاجه، بيظبط الهرمون. لو هو اي بنت مثلا البيروت عندها مش متظبطه، مش عايزه تاخدي السلامكه خالص، ما تاخديش السلامكه خالص. البنات اللي عايزه حاجه للبيروت هتحطي بردقوش فقط لا غير، معلقه من دي اهي اهي. شايفين؟ انا بقى بحط على السلامكه اللي انا حطاها اهو معلقه وشويه اهي. ماشي اهي يا حبايبي. بصوا اهي، شايفين الاتنين كده محطوطين اهم. ماشي يا حبايب قلبي. وانا بغلي الميه اهي في الكتل، وهروح حطاها عليها وهشربها، بس مش دلوقتي، بشربها بعديها ايه ب5 دقايق بالظبط كده. اول ما تبتدي انها ايه انزلت الحبيبات ونزلت كل حاجه. عايزه تصفيها صفيها، بس انا عن نفسي بشربها زي ما هي، بسيبها لما الحاجه كلها تركض تحت كده واروح شاربيها. عايزه تصفيها بالنسبه ليكي عشان اول مره او لسه ما جربتيهاش، صفيها عادي وما يجراش اي حاجه. انا سايباهم زي ما هم كده في الكيس. هتجيبي ب5 جنيه مثلا
اهو ب5 جنيه سليمكه، وب5 جنيه بردقوش من اي عطار. ماشي يا حبايب قلبي. ادي الميه بتاعتنا غليت اهي اهي. هنزل عليها كده بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين اهو، انا بحب اعملها كده اهي. شايفينها عملت ازاي؟ ثواني بقى معايا وانا هوريكم بتعمل ايه. انا سايباها كده ثواني اهي يا حبايبي. هنروح عاملينها كده تقليبه واحده بس كده اهي. ماشي. وهنروح عاملين ايه بطبق صغير كده او باي حاجه، وهنروح مغطينها كده ثواني بالظبط او اقل من ثواني. وبعد كده شاربينها. عايزه تصفيها صفيها براحتك، عايزه تشربيها زي ما هي ما تقلقيش خالص. انت هتبصي تلاقيها، بصي هي شايفين اهي من الجنب هي بتبتدي تنزل اهي اهي. شايفين اهو ابتدى ينزل على تحت. كل ما تسيبيه كل ما انت مش عايزه تاخدي الزيت بتاعه يبقى شديد قوي بلاش ما تغطيهاش. انا بالنسبه لي عشان واخده عليها كل يوم فخلاص خدت عليها ان انا بحبها تبقى ايه متغطيه كده، وتنزل كل الزيوت اللي فيها عشان تعمل معايا شغل اقوى. يعني بدل ما مثلا كده بص الاقيها تنزل معايا اكتر. سد الشهية وجربوها والله على ضمانتي وحياة ربنا. انا مجرباها، والدتي مجرباها، وجد الله يرحمه مجربها. احنا ما بنقولش حاجه غير لما بتكون فعلا متجربه. وان شاء الله يا رب تفيدكم وتكون معلومه مفيده ليكم جميعا. وجربوها يا حبايبي. وما تنسوش بقى بالله عليكم تدعموني وتدعولي واللايك والشير وسبسكرايب يا حبايب قلبي، وتكون المعلومه مفيده وعجبتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايب قلبي في الله.